عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ وحشتوني جدا جدا. اللي هتشوفوه النهارده ده انا اول مره اعمله، ومش اول مره اعمله عشان ما كنتش عايزه اعمله مثلا، بالعكس انا بس دايما كانت بتجيلي رسائل في الحته دي في مكان انا مش فيه او في بلد انا مش فيها. مجرد ما جات لي الرساله دي انا ما قدرتش اتجاهلها. طبعا احنا متفقين ان مفيش اي حاجه صدفه، انا عن نفسي مش بقتنع بموضوع الصدفه ده خالص. كل حاجه بايد ربنا وكل حاجه بترتيبه. ما ترددتش لحظه في اللي انا عملته ده، ولو اتعادل موقف هعمله تاني، لان احنا ربنا بيستخدمنا، موهبه من عند ربنا، القبول من عند ربنا. مفيش حاجه البني ادم في ايده يوفرها لنفسه، هي كل حاجه بتبقى من عند ربنا. انا مجرد اداه لكن مش انا الاساس. ماما كانت دايما تقول لي زمان لما حد يخبط على بابك ويطلب منك مساعده افتكري ان هو طلبها من ربنا الاول وربنا اداله عنوانك. احنا دورنا، او خليني اتكلم عن نفسي، انا دوري كمؤثره ان انا اثر بقى، احاول يبقى دايما التاثير ده ايجابي. فعشان ما اطولش عليكم، اللي حصل جات لي رساله من حد من اصحابي ببوست نزل على النت، وما كانش ينفع اتجاهلها وما كانش ينفع افكر. بيقول انا شغال في الغردقه، السكن بتاعي قدام المحل اللي في الصوره ده، حضرتك كل ما ابص من الشباك ما الاقيش عنده حد وعلى طول قاعد كده، فلو حضرتك هنسكت؟ اكيد لا طبعا، اجهزوا عشان عندنا طلعه، يلا بينا. عملت اللي انا اقدر اعمله، الباقي عليكم، وانا عارفه ان انتم مش هتكسفوني، لان زي ما قلت لكم احنا في حياه بعض ادوات ربنا بيستخدمها، ويا رب ان انا اقدر اساعد ولو بجزء بسيط، وانا ولا حاجه من غيركم. فاللي هو انا لو بحاول اساعد من ناحيتي فانتوا اللي هتكملوا. يلا بينا. هتوصلوا شارع الشيراتون، هتدوا ظهركم لسينما سيجل، تدخلوا الشارع اللي قدام الناحيه التانيه على طول هتلاقوه في وشكم. احنا داخلين عليه، وصلنا المكان. اول ما وصلت المكان لقيت صاحب المكان والناس اللي شغاله هناك، عرفتهم بنفسي وقلت لهم انا جاي اعمل ايه بالظبط، وكان فعلا عندهم خبر بالبوست. في حد ساكن هنا صور المحل ونزله على النت، معرفش ممكن يكون واصل لك وممكن لا. فانا جاي مخصوص عشان اجرب الاكل وزي الناس عادي خالص، بس هستأذنكم هنزل فيديو. تمام ان شاء الله. انا واثقه ان انا هدوق حاجه حلوه ان شاء الله. طبعا تشوفوا كلنا ديت عندنا، يعني سعداء جدا ان انتوا موجودين عندنا النهارده، ان شاء الله طبعا يكون حلو عليك ان شاء الله باذن الله. بعد الفيديو بقى يعني ما تبطلش ان شاء الله ان شاء الله. لا يا فندم خلاص لا تحت امرك تحت امرك. لا وجودكم ديت عندنا الدنيا كلها. تاكلنا ايه بقى على ذوقك؟ اتفضلي تفتحي نبص على المنيو عندنا. اتفضلي. والنهارده احنا في مطعم ابو جلامبو، وانا واثقه ان شاء الله ان انا هدوق حاجه هتعجبني وتعجبكم. دخلت المطعم لقيته كوزي كده، ما فيهوش ترابيزات كتير، ولكن لفت نظري فكره المفرش الوان واي اللي بيتغير بعد كل زبون، والمكان كان نظيف جدا. بعد ما شفنا المنيو واخترنا الاوردر، اهم حاجه اكدت عليها على استاذ محمد ان الاوردر اللي هينزل لي هو اللي هينزل لكم لما تيجوا تجربوا، هتلاقوه نفس الشكل. اول حاجه نزلت السلطات، كانت سلطه خضراء وطحينه وبابا غنوج وصوص كده سبايسي وعيش وبتنجان وطماطم كده بدقه، والسلطه دي بتنزل مع اي اوردر يا جماعه. وجهزوا بقى علشان كل ده تسخين والتقيل جاي ورا. طحينه تقيله مش الخفيفه اللي هي ايه ميه دي، لا. انا مش جاي اقيم اكل، انا مش جاي اعمل لكم فيها فود بلوجر. احنا جايين نجرب. الراجل اللي فاتح بيشتغل بيحاول يسترزق وبيحاول يكمل في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، فخلينا نشوف الكلام على ايه. حضرتك فاتح بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين. بدأنا طبعا بالشوربه، ومش عايزه اقول لكم كانت نازله سخنه في البرد ده، فيها بقى كاليماري جمبري جندوفلي، الحاجه حلوه ومش مهريه، واصلا هو هيبان على وشي يعني اذا كانت عجبتني او لا. وصدقوني من اول معلقه دقتها ما حسيتش انها محتاجه اي حاجه، مظبوطه على الشعر. معلش نعرفها بقى منين؟ نعرفها من التقشير بسهوله كده. الجمبري الطازه من الجمبري، معلش اللي ليه فتره 10 من 10. لان بس القمع عشان ماليش في الطحينه بالمعلقه. حلوه بالخلطه زي الفل. رغم انه مش شبه الرز الصيدلي متعودين عليه مع السمك البني ده اللي بيبقى واخد حروقه مع البصله، بس طعمه وتيستو عالي. عجبني قوي بصراحه الرز، وحتى عجب ايفا جدا. ننزل بقى بالتقيل. طاجن جمبري كده بجد ما ينفعش تتاكل قدام الكاميرا اصلا. تيست عالي. بصي القشره بتطلع ازاي، فريش ومش مستوي زياده، فمظبوط قوي. اكل نازل سخن، بهارات مش كتير. العضه بتاعت الجمبري، اللوحه الفنيه بقى بالنسبه لي. بصوا شويه الخضار دول بالنسبه لي يا جماعه شفاء تحفه، صدقوني الاكل تحفه. نزوم بقى كده على السمكه، وزي ما انتم شايفين انا عاجبني قوي ان رغم ان هي مش كبيره بس ما اتحرقتش وما اتلسعتش وما نشفتش، لا السوا بجد على الشعره. والسمكه نفسها يا جماعه طعمها طازه وحلو، احنا بناكل وحاسين بطعم السمكه نفسها، مش واخده بهارات كتير بس في نفس الوقت متبله حلو. حقيقي انا مستوى الاكل بالنسبه لي باكله في مطاعم كبيره بس بندفع اكتر من كده. احنا معانا شوربه السي فود دي ب100 زي ما هي كده بتنزل زي ما هي نفس المكونات. تمام. انتوا بقى تيجوا تجربوا وتحكموا بنفسكم. يعني الجمبري وصل ده ب 150. طبعا السمك زي ما احنا عارفين ما بيبقاش ليه سعر محدد، يعني كل يوم حسب سعره وحسب وزنه والكلام ده كله. الرز اللي بالخلطه ده ميديوم ده ب 25. كانت تجربه حلوه جدا، وحقيقي اتبسطنا بتجربتنا في مطعم ابو جلامبو. استاذ محمد راجل منتهى الذوق والاحترام، انتوا كمان لما هتجربوا المطعم هيعجبكم مش هتندموا. الراجل بيقول لي ان هم ليهم زبونهم، في ناس بتجيلهم مخصوص، ولكن هم ليهم فتره مريحين والدنيا مش ماشيه معاهم.
تحب تقول ايه للناس؟ بحب اشكر الناس طبعا على مشاعرها ديت، واتمنى ان احنا نقف مع كل الناس اللي بتسعى للحلال يعني، وبتسعى ان هي تبقى عندها عماله. فاتحين حاجه زي كده اهوت، طبعا هي مش لينا احنا لوحدنا، لينا والناس اللي اللي معانا، وبنقدر يعني نحاول نقدر نقدم لكم خدمه كويسه او تيست كويس يعجبكم، وان شاء الله نتوسع فعلا لما تيجوا فعلا ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. وتشرفنا بحضرتك جدا، واشكركم جدا صدقني لزيارتكم ديت مبسوطين ان احنا جربنا اكل بالطعم والكواليتي. والله انتوا يعني دخلتوا علينا السرور والبهجه كده اهوت، فديت في حد ذاتها يعني حاجه سعدتنا جدا يعني. وان شاء الله يعني يبقى فرع واثنين وثلاثه ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله يا فندم. شرفتونا جدا، شكرا. وقبل ما امشي حبيت بنفسي اشكر الراجل اللي نزل البوست. انا بعتذر جدا ان انا ما اعرفش اسمه، لكن كنت قلته. وعايزه اشكر ايفا جدا لانها ما ترددتش لحظه واحده اول ما قلت لها يلا بينا. وطبعا شكرا من قلبي ليكوا لان انا عارفه ان انتم مش هتاثروا. استاذ محمد ومطعمه ده انا سمعت عنه، لكن اكيد في كتير زي استاذ محمد مكمل وبيحاول يعافر في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. بس خليكوا دايما فاكرين يفتح ولا احد يغلق.